قانون العقوبات، وبقيام المشرع الجزائري بإدخال هذا النظام في قانون العقوبات جاء أسوة كباقي كثير من دول العالم التي تبنت هذا النظام، والذي يقوم على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة العمل للنفع العام. كان يهدف إلى تعزيز السياسة الجنائية والعقابية التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية، وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. في المقدمة نشير إلى أن المجتمعات البشرية عرفت الظاهرة الإجرامية منذ فجر التاريخ. نصت القانون 04/05 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أن يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية، وحتى كيكون غير موش ربح أسرة كما نقولوا حنا راه عازل، يحتاج مدخول معين أنه يخدم على روحه. إذا ساعتين يخدم. الذي ربما كنت أكتب عنه بعض المقالات في 2005 و 2006 يتعلق بالمجتمع. أحمد بن قاسم رئيس الرابطة الولاية الثقافية التربوية آفاق، فعلا استفدنا من هذه المداخلات في السادة رؤساء المحاكم. محبوس احتسر في المركز سنة 2022 وتصادفت معه ارتقاء المكتبة الجزائرية إلى أبحاث في موضوع عقوبة النفع العام يجعلنا من الباحثين إلى المزيد من الأبحاث المستقبلية، نظرا لما تتميز به من أهمية مجال العقوبات البديلة لعقوبة الحبس. ضرورة الاهتمام بنشر أفكار الثقافة العقابية المعاصرة وتوعية المجتمع بتقبل هذه العقوبة البديلة التي أثبتت نجاحها في تحقيق الإصلاح والوقاية معا في آن واحد، مع تذكير المجتمع في نفس الوقت بعقوبة النفع العام. هو تطبيق لبرنامج الهيئة الوصية في إطراء العمل القضائي خلال السنة القضائية بإجراء هذه الأيام الدراسية المهمة. واليوم تعرفوا باللي جلسة أو هذه الجلسة اليوم المباركة تتعلق بعقوبة النفع العام التي هي من العقوبات البديلة، واللي جاءت بها التشريعات الحديثة كما تعرفوا في الكثير من الدول المتقدمة وحتى الدول العربية والدول الإفريقية لجأت إلى هذه العقوبة اللي جعل المحكوم عليه تستبدل عقوبته السالبة للحرية بعقوبة النفع العام، وفي سياق لإدماج المحكوم عليهم في داخل المجتمع، وحتى لا نخسر هذه الفئة ونساهم. العدالة كما تعرفوا تساهم دائما في إصلاح المجتمع بالعقوبات، بهذه العقوبات البديلة. المدني حمدي، قاضي تطبيق العقوبات، مجلس قضاء الجلفة. نشكركم على التغطية الإعلامية لهذا اليوم الدراسي. تشرف اليوم مجلس قضاء الجلفة بتنظيم يوم دراسي مخصص لعقوبة النفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية. وتمحور أساسا اليوم الدراسي حول تقييم هذا الإجراء والإشكالات التي يمكن أن تقع خلال تطبيق هذا النوع من الإجراءات كعقوبة بديلة، والآفاق المستقبلية بإذن الله للزيادة من نجاعة العقوبات البديلة كإجراء عن العقوبة السالبة للحرية. اليوم الدراسي كان يعني ناجح بكل المقاييس، وأشكركم.